السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وحضراتكم طيبين وبرمضان متهنيين، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. ايه رأيكم بقى؟ رودي عملت كنافة نافة نافة. ايه رأيكم بقى في القمر ده؟ كنافة مستحدثة اللي هي بالمانجا والنوتيلا، وهنعمل كل انواع الكنافه ان شاء الله. يلا يا بنات عشان احنا ايه مستعجلين. بصوا يا قمرات، اول حاجه بنبتدي بيها السيرب اللي هو الشربات. هنجيب كوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه ومعلقه عسل جلوكوز، وهنرفعه على النار. بصوا ما يهمكوش اول ما تشوفوا رغاوي زي كده، ما عادي شيلوها. بنحط عصره ليمون ونص معلقه فانيلا. طبعا احنا حفظنا السيرة. انا بحبه يا بنات خفيف، ما بحبوش تقيل زي حد بيقول لك كنافه تبقى تقيل، انا بحبه خفيف. حضراتكم عايزين تخلوه تقيل، قللي نص كوبايه ميه. وبجيب هنا نص كيلو من الكنافه. انا بحطه يا بنات في الفريزر قبلها مثلا بساعه ساعتين، ممكن يوم. والمهم تبقى مجمده. ليه؟ بتبقى سهله ان انت تقطعيها بايدك وتكسريها بايدك. حابه حضرتك تحطيها في الكبه وتفرميها، مفيش مشكله. انا هنا يا بنات كسرتها بايدي، وجبت كوبايه الا ربع سمنه زي ما حضراتكم شايفين، تكون سايحه ما تكونش سخنه. وحطيتها على الكنافه وقلبتها كويس جدا. لازم الكنافه تتشبع جدا يا بنات بكوبايه او كوبايه الا ربع سمن، ويفضل سمن بلدي. جبت صينيه دهنتها بالسمن تاني، ونزلت بقى بالكنافه كده. اخدت النص كيلو كله. بصوا يا بنات، اقعدوا بقى كده دكوا فيها. يعني عارفين يعني ايه تدكوا فيها؟ يعني بططوها. يعني اقعدوا كده، هاتوا كيس نايلون واقعدوا بقى كده بايدكم او صينيه اقل من الصينيه دي، واقعدي كده بططي فيها يا بنات. خلي الكنافه بتحب التبطيط كده. وجبت معلقتين من السمنه يا بنات وحطيتها عليها برضو كده عشان تبقى ايه لونها ذهبي كده وجميل. خلصنا. حطيتها انا في الفرن اوسط على درجه حراره 180. رف اوسط، فرن اوسط، رف اوسط يا بنات. هنا بقى نجيب الكريم شانتيه. الكريم شانتيه جبت كوبايه كريم شانتيه خام، ومعلقتين سكر يا بنات، معلقتين سكر عادي، ورشه فانيليا. وحطيت كوبايه. بصوا يعني انتوا حضروا معاكم كوبايه، ما تحطوهاش كلها. حطوا الكوبايه شويه بشويه لحد ايه، واضربي. والكريم لما يتضرب معاكي يبقى بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. حلو كده. لحد هنا انا كنت بقى فرحانه ومبسوطه. وحطيت الكريم شانتيه يسقع شويه في الفريزر وجبته. كانت الصينيه هديت. انا سقيتها بقى بالسيرب. معلش اللقطه دي ما جاتش. انا اول ما خرجت كان السيرب هدي وسقيتها بيه. حلو. انا هنا بقى لحد هنا انا ما كنتش هصور. هقول لكم الغلطه اللي انا وقعت فيها، يعني بتمنى ان حضراتكم تاخدوا بالكم منها. اللي هي ايه بقى يا بنات؟ ان انا الكواليتي بتاع البديل النوتيلا ما كانش حلو. مش ما كانش احسن حاجه، لا ما كانش حلو خالص. انا جيت عملته على حمام سخن او حمام مائي، فلقيته كتل يا بنات، كتل جدا وبقى يسرد ميه كده. وانا اتضايقت جدا لاني انا كان ساعتها انا ما كنتش عارفه افكر يعني اعمل ايه. كان الوقت متاخر وانا كنت عايزه خلصتها خلاص. كنت حاطه كريم شانتيه وكله. بس الحمد لله لقيت شوكولاته عندي في الشوكولاته خام، سيحتها بقى على حمام مائي برضو. حلو كده. ورحت نازله بيها. فانا بقى كنتش هنزلها بجد، وكنت متعصبه جدا. كنت متضايقه. انا اول مره يعني اول مره اجيب، قلت اجرب اللي هو بديل النوتيلا دي، بس ما كانتش حلوه خالص. فانتوا عشان خاطري لما تيجوا تعملوا كنافه وتحطوا بديل نوتيلا، اتاكدوا من الكواليتي او جوده الشوكولاته او بديل النوتيلا اللي انتوا هتستعملوها. وانا كان عملتها بالمانجا، وطبعا لازم بالمانجا يبقى جيلي تلميع. انا جبت كيس جيلي بالمانجا يا بنات، وحطيت الكيس على كوبايه ميه سخنه، ودوبتها وسبتها هديت شويه. وطبعا حضراتكم شايفين المانجا انا كنت مقطعاها وسايباها برضو في مصفى. لما نزلت لانها فروزن فنزلت الميه. وكنت ناويه بقى اوريكم وانا بشكل المانجا، ودهنتها بالجيلي. بس انا بقول لكم انا حطيت المانجا ودهنتها بالجيلي، وانا فعلا ما كنتش هنزلها بس عشان خاطر حبايب قلبي، لان طعمها بجد يا بنات والله طلع تحفه. بس وانا عشان الحاجه حرام بتكلفيها ممكن تجيبي، انا قلت لازم اقول لحبايبي الغلطه اللي انا وقعت فيها مش عيب، كلنا بنغلط، بس غصب عني لانها البديل فعلا بديل النوتيلا ما كانش احسن حاجه. لايك وشير لو عجبكم الفيديو حبايب قلبي. ويا ريت بقى تعملوا مشاركه كده. البنات الامارات اللي اول مره يتفرجوا عليا يعملوا لي كده اشتراك للقناه عشان تكبر بيكم يا حبايب قلبي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.